مساء الفل يا كابتن ياسين. انا كنت بس محتاج من حضرتك تلخص لي موضوع الركنات كله في فيديو بحيث ان هو يبقى معايا في اي وقت لو حبيت ارجع له اعرف ارجع له. بس كده. عناية يا احمد، تعال. اول خطوه معايا ان انا اجيب المرايه بتاعتي مع مرايه العربيه اللي جنبي، وباخد دريكسيون اتجاه الركنه اللي انا بركنها. انا دلوقتي ركنت على ايدي اليمين، فخدت الدريكسيون بتاعي كله يمين. وببص على مرايه الشارع على حاجتين مهمين قوي. ببص على الشارع لو في عربيه جايه، وببص كمان على العربيه اللي ورايا ان هي تظهر منها الفانوسين بتوع العربيه. وهبدا ارجع بالعربيه بتاعتي لحد ما يظهر معايا الفانوس الاول والفانوس التاني بتاع العربيه. يعني لازم يظهر معايا الفانوسين بتوع العربيه اللي ورايا. تاني خطوه بعد العجلي، ببص في المرايه اليمين على الرصيف، وبفضل ارجع لحد ما يكون بيني وبين الرصيف خطوه. والخطوه دي انا محتاج اتدرب عليها كتير عشان ابدا افهمها. انا دايما بقولها للناس ان هم يخلوا الاكره اللي ورا يعتبر قريبه من اتجاه الرصيف، او بتبقى فوق الرصيف بالظبط بالشكل ده. وببدا اكسر الدركسيون بتاعي عكس الرصيف. واخر خطوه دي مهمه جدا، واللي هي تالت خطوه، انها بلمح 3 لمحات: لمحه في المرايه الشمال على العربيه اللي ورايا، ولمحه قدامي عشان اشوف اتجاه عربيتي اتظبط ولا لا، وبكون واخد بالي من وش العربيه على العربيه اللي قدامي هتخبط او لا. واللمحه الاخيره في المرايه اليمين ببص فيها على الرصيف بتاعي. وفي اخر خطوه بلمح اللمحات بتاعتي التلاته. بلمح على المرايه الشمال ان انا ابص على العربيه بتاعتي، وبلمح على الازاز بتاعي ان انا اشوف اتجاه عربيتي واشوف عربيتي من قدام. وكمان لو انا حاسس ان انا مش شايف العربيه بقدر ان انا اقرب بالشكل ده، وبكده ببقى شايف الكبوت بتاع العربيه ان هو قريب او بعيد. ومن هنا بقدر ان انا برضه ابص بالشكل ده على الرصيف لحد ما احس ان انا عربيتي بتبدا ترجع، وارجع اتشيك على العربيه اللي ورايا تاني، وبرجع ابص الناحيه التانيه، وبرجع ابص على طريقي لحد ما الاقي ان انا عربيتي ستريت بالشكل ده. وبكده بعد العجلي، وبقدر ان انا اوسطن عربيتي ما بين العربيه اللي قدامي واللي ورايا بالشكل ده. وبكده يا احمد احنا خلصنا الركب. خدتها في 3 خطوات من غير ما اقعد اطلع وارجع كتير قوي. انا برجع لحد ما بخلي الشنطتين بتوع العربيه بيساووا بعض، شنطتي وشنطه العربيه اللي جنبي. وباخد الدركسيون بتاعي اتجاه الركنه اللي انا عايز اركنها. انا عايز اركن شمال، فاخد الدركسيون بتاعي شمال وبرجع. وانا راجع باخد ال3 لمحات: لمحه في المرايه الشمال على العربيه الحمراء، ولمحه على الطريق بتاعي شوف العربيه بتاعتي بتكون ستريت او لا، ولمحه في المرايه اليمين على العربيه البيضاء اللي انا بركن ما بينهم. وبرجع اكرر نفس الموضوع: لمحه في المرايه الشمال، ولمحه قدامي على الطريق بتاعي، ولمحه على العربيه البيضاء. اول ما بحس ان شكل عربيتي عدل مع الطريق بتاعي بالشكل ده بقف، وبعدل الدركسيون بتاعي، وببدأ ارجع. برجع وانا راجع باخد اللمحات بتاعتي يمين شمال نص.